السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيتكم بفيديو جديد مستحقينه برشا عباد، اللي هو الجاتو او البشكوتو اللي بدون سكر واللي هو بنشاء. تابعوا بعضنا الفيديو، شوفوا المقادير وما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. هونيك باش نعملوا 5 كعبات عظم بحرارة الغرفة، وباش نعملوا شطر حكة سكر، بما انه كما قلت لكم اليوم باش نعملوا الجاتو نتاعنا باش نعملوه ناقص سكر. اذا هنا شطر الحكه، سامحوني، شطر الحكه باش نعوضوه بنشاء. علاش نعملوا نشاء؟ لانه الجاتو نتاعنا باش يشد روحه، على خاطر كي نقصوا في السكر الجاتو يولي ما عادش يشد لنا روحه، يولي يفترش. ولذا شطر الكميه تاع السكر باش نعوضوها بمغرفتين انشاء. وهوني عندنا فاكهه مهروشه اللي هي لوز، وعندنا جلجلان بما انها اليوم باش نعملوه بالفاكهه. هوني عندنا كيلو فرينه، هوني عندنا 2 باكوات سكر فاني، عندنا 3 خميره. من المستحسن ثم من المستحسن كما قلت لكم في الفيديو السابق نعملوا خميره كيميائيه، لكن انا اليوم ما لقيتش في الحوانط الخميره الكيميائيه، عفوا لقيتها في حوانت ولقيتها في المغازات اللي بحذيه، دونك تلزيت اني خديت الخميره العاديه. هوني عندي 300 مليلتر زيت نباتي، وباش نعملوا مغرفه كبيره معبيه بالقشور الليم. اذا نبداو بسم الله وعلى بركه الله مع بعضنا الفيديو نتاع اليوم. اذا هونيك بسم الله، نبداو بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه البيض، كما قلت لكم من الاول البيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. نصبوا 2 باكوات السكر فاني مع العظم، ونزيدوا نصبوا معاهم السكر. اذا هوني كي نخلطوا بالخلاط اليدوي بالباهي حتى لين يذوب هيك السكر ويطلع هيك العظم كما باش تشوفوا معايا في الفيديو، حتى لين تتجانس جميع المكونات في بعضها. اذا هوني كي بعد ما خلطنا العظم والسكر فاني في بعضهم لين تجانسوا، توي كي بسم الله نصبوا الزيت تدريجيا ونحركوا، نصبوا ونحركوا، نصبوا ونخلطوا. هوني كي نعملوا مغرفه كبيره قشور البرقدان ونغربلوها بالطبيعه، نصبوا لها الفاكهه المهروشه مع الجلجلان ونخلطوها بالخلاط اليدوي. هوني كي باش نعملوا بسم الله مغرفتين نشاء، باش هكاكا كيما قلت لكم الجاتو نتاعنا يشد روحه حيت السكر ناقص. هوني كي باش نحطوا 3 باكوات الخميره، اذا هوني كي نحركوه بالباهي حتى لين تذوب الخميره. وتوي كي باش نغربلوا الفرينه نتاعنا ونعجنوها بيدينا، ما عادش باش نستعملوا الخلاط اليدوي. اذا هوني كي بسم الله باش نغربلوا الفرينه نتاعنا، وكما قلت لكم من الاول توي كي باش نستعملوا ايدينا، ما عادش باش نستعملوا الخلاط اليدوي. ديما في الحلول العربي راهي النواشف الكل لازمها تجي مغربله.
اذا هونيك كيما قاعدين نشوفوا فيه من الاول ما صبيتش الكميه كامله نتاع الفرينه، لانه كيما قلت لكم راهو فما الفرينه اللي تشرب وفما الفرينه اللي لا. هذيك علاش نتبعوها بشويه بشويه باش العجينه نتاعنا ما تجيناش شايحه على الاخر وتولي هكاكا ما تتمشيش معنا في الرحاي. اذا هونيك العجينه بعد ما لميتها كيما قاعدين تشوفوا فيها شدت روحها بالباهي. وهوني العجينه نلموها لمين راهو ما نعجنوهاش. علاش؟ على خاطر بطبيعتها باش تتعجن في وسط الماكينه. كيما قاعدين تشوفوا فيها ما شاء الله سوبل وطريه. تويكي باش نبداو نخدموا فيها. وباش نعطيكم معلومه، راهو المعلومه اللي حبيت نقولها لكم، راهو بالنسبه للبسكوي اللي ناقص سكر ما يتمشيش معنا في القمع الحديده. ماذا بيكم تخدموه ديما بالقمع البلاستيك باش هكاكا يتماشى معكم، خاطر راهو ماهوش كيما يبدا السكر كامل مش كيما يبدا ناقص السكر. ديجا حتى الكعبه راهي ما تجيش منظرها كيما الكعبه العاديه نتاع كي تبدا معناتها سكر كامل. اذا هونيك كيما قاعدين تشوفوا فيه انا توا بديت معناتها نرحي فيه بالكعبه بالكعيبه، وبالطبيعه القياس ناخذ فيه على صوابعي باش هكاكا الكعبه تجيب الكعبه، كيما قلت لكم قلت لكم راهو بالقمع البلاستيك. القمع الحديد راهو باش تخرج لكم الكعبه مريشه. اذا هونيك باش نكمل نرحي كعيبات البسكويت نتاعي وندخلهم للفور، وبعد نرجع لكم نوريهمكم بعد ما طابوا كيفاش الشكل النهائي نتاعهم. اذا هونيك بعد ما طابوا كعيبات البسكويت نتاعنا او الجاتو او البشكوتو كل واحد شنو يسميه في الفور، هذه النتيجه اللي عطاها لنا كيما قاعدين تشوفوا. راهي كيما قلت لكم من راهي الكعبه ما تجيش منظرها كيما البشكوتو العاديه لانها ناقص سكر، لكن راهي البنه نفس البنه كيما قاعدين تشوفوا. هونيك هذه البشكوتو ناقص سكر. توا باش نعبيها في حكه متاع شاميه ونوريكم الكعبه من داخل كيفاش جات. اذا هونيك هذه الكعبه كيما قلت لكم بسم الله هكا من داخل هشوشه، راهي هشوشه طريه طريه على الاخر، ما عندكمش فكره يتقرمش في الفم. حاجه بنينه ياسر بالنسبه للعباد اللي عندهم السكر والا ما يحبوش الحلو ياسر ياسر يستعملوا الطريقه هذه. راهي ناجحه 100%، وحتى كي تغطسوا في القهوه ولا في الحليب ولا في السيترون ولا في اي حاجه راهو في ساعه ترنخ. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تحطوا لي هذاك اللايك وهيك الكومنتير المزيان اللي كيفكم، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وتو ما تبقى كما نقولكم باي يا حلوين.